غادي نقولها لك مهداوي، حميد مهداوي. اذا كان عندك قناه مليونيه ما تجيشهاش على فنانه عندها تاريخ اكبر منك. وانا ماشي شغلي في نزاعاتك مع تحفه اللي الان انا معاه. هددتيني نهار اللي دخلت حاليا المشاجرات في المحكمه، لانه هددني وقال لي انني غادي نتلاوح في السبوق بحال اسمها اللي لوحوها. هادشي ما عرفوش الجمهور خصو يعرفوا. حاليا هددني وقال لي وهادشي عندي مسجل، وقبل ما نسافر كنت عند السلطات الامنيه في الرباط وحطيت عاود شكايه. هددني قال لي بانه هذا حليم اللي دافع عليه مهداوي، وسمعني السي مهداوي الان كنتوجه لك. وهددتيني وقلتي لي علاش مشيتي شكيتي بانسان كيهددني يا سي محمد، كيهددني حاليا بانه غيلوحوني اذا تبعت الامن في المغرب وتبعت السلطات الامنيه في المغرب غيوقع لي بحال اللي وقع لسماهان في مصر. سماهان لوحوها في النيل وانت غلوحوك في سبو. ومشيت عطيت هادشي الفرقه الوطنيه وعيطوا لحليم. الوقت اللي عيطوا لحليم وكان العيد الكبير بحال هكذا دار ناض لي السي المهداوي وقال لي واياك وهادشي اللي كديريه غنفعل لك وغنترك لك هادشي كله عندي مسجل السي المهداوي. وقلتي لي انا عندي ملفات اسكوبار اللي جبتهم لك غنفعل لك ونترك لك. اذا عندك ملفات وتنقولها قدام الراي العام، اذا عندك ملفات على اسكوبار انا اللي كنطالبك الان باش تحطهم. انا كنطالبك تعاون البلاد وتعاون الفرقه الوطنيه على هذه الملفات اللي عندك. مادام عندك دير الفرقه الوطنيه ما تهددنيش. انا جيتي من بعد عاوتاني نفس الشيء، هددتيني جيشتي عليا كل الجماهير اللي متبعاك، جيشتي عليا الناس، حرضتي عليا جمهوري، حرضتي عليا الشعب، وقلتي هاد السيده كتهرب القضاء وتكون غتكون هي وعندها السلطات وتقول لنا هاد الشيء. الاوديوهات ماشي انت اللي غتحاسبني عليهم، الاوديوهات اللي خرجوا يحاسبوني الاسماء اللي مذكوره فيهم او تحاسبني السلطات، ما تحاسبنيش انت. وغير هاد يومين عندك مشكل مع السي وهبي، مشكلتك مع السي وهبي ماشي نظام القضاء بي انا وتقول له خلي اللطيفه كتجول وكتدخل عباد الله. انا ما عنديش السلطه، لو كانت عندي السلطه واول واحد غندعيه ويدخل الحبس هو انت. فانا الان غندعيك. شفتي في اللي مشيتين عليا فاطمه الزهراء ملي كيخرج المحاميين من القضيه ديال الجلسه، علاش ما جبتيش وحدين اخرين غير لطيفه؟ ملي كتخرج المحكمه وانت لطيفه جات لطيفه عطاوك مليار لطيفه. المحامي ماشي كتهرب، المحامي تيقول لا انا ما عرفتش هذه القضيه المليار وكتاكد عليها. هنا عرفت بان شو تيفي بدات كتهاجمني. فالان اللي عنده شي ورقه باش يهاجمني حطها لي ان ظهري ملاح وخديت ما دوز من هذا الشيء اللي كديروا فيا وصافي. حطيت الرايه البيضاء اللي عنده ما يحط. شديتو عليا 11 على 4 سنين وهي كتسجل فيا وعطاتهم الخلالي اللي هو خائن الوطن. علاش ما تعطيوش لشي عدلي في البلاد؟ علاش ما تخرجش داكشي اللي كتقول؟ هذا الكلام ما عندوش دروج. سمعوني عباد الله، هذا الكلام ما عندوش دروج. انت كتهضري وانا كنهضر، انت كتقولي لي المهدي قال فيك وقال فيك وفعل فيك وترك فيك ودار فيك. اش غنقول لك؟ نقول لك المهدي لهنا يخطي عليا؟ طبعا حتى انا مراه وحتى انا مغربيه وحتى انا مراه، حتى انا غنعاير عاير واحد غنعايرو. فالان كنقول لكم اللي عنده اي حاجه باغي يحطها عليا انا خديت ما دوز وما غاديش نستسلم، وكل واحد غادي ياخذ حقه وبالقانون. انا الحاجه الوحيده اللي تنقول الان انا في يد السلطه وفي يد صاحب الجلاله الان ومناشد صاحب الجلاله. انا اهدد في بلدي باش ينوض عليا فرقه كفرقه الوداد اللي احترمتهم طول حياتي. انا الان ما عنديش الحق نسهر في كازا، ما عنديش الحق نخرج سهرات لان خايفه على راسي. وانا كون عطاني هاد الاسكوبار شي حاجه علاش نجلس في هاد الميدان وانا تزوجت واحد من خارج الوطن باش نجلس ماشي باش نجلس حالي، باش الا كان عنده الصح ما يخليني نجلس بحالي نجلس بحالي. انا ما كرهتش حد يجي يصرف عليا ونجلس بحالي. تهمتوني بالملايير، تهمتوني بالفلوس، ما خليتهم ما درتو فيا. وقلت معليش ولا احد ناضي دافع على لطيفه رأفت ولا احد الا تحفه. وتتهم تحفه ما تهضريش مع تحفه. ما ديش قلت لا، ربما هاد الناس اللي كانوا يسبوني لانهم خاصمين مع تحفه، قلت ربما هاد الناس اللي كيعادوني لانه تحفه تيهضر فيهم. لكن لقيت هادشي ابعد من تحفه، هادشي بزاف. سعد ناصر
تردوش انا. سعيد النصيري شوفوا المصارف ديالهم بيناتهم ماشي ديالي انا يا ريت يخرج سعيد ويخرجوا كلهم خارجتي. انا اللي تيقولوا كنعرف بان الاسكوبار ديال المخدرات. سمحوا لي كنهضر بالحق لان دخلت للصفار ومريضه والسكر وكلشي راه هزاك عليا. سعيد النصيري عمري انا ما فهمتو. ثانيا الاسكوبار الا كنت بصح كنعرفوا كيدير المخدرات وكنعرفوا بان كيدير هذا الشيء، علاش غتخليوني نتزوج بيه وانتم درتوا لونكات؟ علاش؟ لان اي زواج مختلط عنده شعار ديال لونكات. والعدول اللي جات دار الفاتحه في الاول هنا لان زواج مختلط وتزوجنا وحاضرين شهود هما اللي حضروا في درب الصداق. وسعيد ناصر تقول ما كنعرفوش، راه بارك لي وجا لداري هنا وجلس في داري وبارك لي. وشنو فيها الا جا عندي لداري؟ هل ما كيشرفوش انا جا عندي في عند فنانه؟ شنو فيها انا الا قلت سعيد ناصر جا عندي واش ما فيها مشكل؟ راه عادي، راه راجلي غنقول فلان صاحبو فلان صاحبو فلان صاحبو. راه ما نويتش اني باش ندخل سعيد النصيري ولا غيره. علاش مسولوني على بعيودكم؟ عمري ما شفتو. سي لا غيرتي عمري ما شفت انا بعيود. نكذب شهاد زور نقول ما شفتو. انا عمري ما شفتو. اللي ما شفتوش عمري ما شفتو. وانا الشيء اللي خلاني نشد بانه عمو ما عنده فلوس ما كاين والو هو انني تزوجت في 4 شهور ورغم عن هذا ونعطيكم تصاورات السهرات ورغم من هذا كنخدم. قلت انا خدام مزوجه بواحد تيقول لي انا مستثمر افريقي وكبير وعندي فلوس والسيارات بالانواع ونخدم. قلت له لا. وفين ما نقول ليه فين هما الفلوس الحاج؟ علاش عندك فلوس ما كاينينش؟ اش يقول لي وعليها قال لي يا فلان راك انت باغا تسحري ليا. وهذا الشيء اللي قالت شوف تيفي انت باغا تسحري ليا باش تدي ليا. على حنا المغربيين فيهم هاد الشهور انا بزاف ما يتقال. ارجوكم القضاة يعيطوا لي الشهاده. ارجوكم السلطات يحاولوا ما امكن يعزوا هذه القضيه الاوديوهات والحقيقه الاوديوهات. وارجو كل الاسماء اللي تجبدت في الاوديوهات، هذه الاوديوهات اللي تيقولوا انني كنتعنى بهم وبانني كنتصل بهم حتى هما اسيدي استفسروا علاش جبدت الاسماء ديالهم. اكثر من هذا الشيء سي محمد. لا وثالثا ما كنشوفوا تجي مكالمات ديال نجاة عتابو خارجا، ما كنشوفوش مكالمات ديال نعيمه سميح، ما عمرناش الناس مكالمات ديال سميتها سميه انور، ما عمرنا ما سمعنا شي تسجيلات ولا شي مكالمات خارجه ديال رجاء بن المليح. في المغرب كنسمعوا شكون اللي كيهضر في الاوديوات غير لطيفه، يخرج لك الاوديو الاول واخا والثاني والثالث. وهاد الاوديوات علاش فيهم هذا الاسلوب بهذه الطريقه؟ واش كاع الناس اللي عندهم خلافات زوجيه ولا مشكلين كيهضروا بهذا العنف؟ كان ممكن نخلق معاك نقاش. لاحظتي دابا عاد كندير معاك، ما كنبغيش ندير معاك هذا الشيء لحقاش كنحترم تاريخك الفني وكنحترم حيت حنا مغاربه. راه دابا كنهضر معاكم محرج، ولكن باش ديري ديك نهدوها المهداوي تخلعيني انا لطيفه، كتعتقد يا لطيفه تخلعي هذا الانسان اللي بغيتك. شي انا اللي كيعرفني اللي حافظني، الا بغيتي تسالي معايا هو احترمني، نعطيك حوايجي احترمني وهضر معايا وقصدني. شي الفيديوهات اللي عندك كاملين شي القناه نسدها والله لا بقى فيديو عليك وندير لك اللي ما تجيك على بالك. ندير ما هو صحفي وكثر من صحفي. انا نمشي ندق البيبان عليك ولكن غير اقتنع تستاهلي. انا ندق عليك البيبان فلان ندير معك اللي ما تجيك على بالك، ولكن باش تحتمي بواحد الناس يعني مبغيش نقول شي عباره وتقول كنهدك بالقضاء المهداوي وديري يا زعما. وانا غنقول لك علاش درتي هادشي. يعني شي اليوم غندير لك التفكيك ديال داك الشيء اللي عندك في لا شعور، كان غندير لك التحليل ديالو. ولكن نمشي معك وحده وعاد نمشي لك الورق والطانوبيل والزواج. هذه راه حلقه دسمه خوتي المغاربه، هذه حلقه مهمه بزاف مع لطيفه. خليني نشرح لها شي حوايج. فنحسب معك واحد النقيطه جوهريه مهمه عقل عليها، هذه غنقولها لك جوهريه. شي هذه الفلسفه ديال انا عندي شخصيتي ونتصاحب مع ما بغيت ونتلاقى شكون ما بغيت اييه تصاحبي مع ما بغيتي ولبسي اللي بغيتي وهضري مع ما بغيتي، ولكن ما تطلبيش منا نحترموك. ها الفرق، شتي الفرق اللي كاين؟ انت دابا باغي الزبده وفلوس الزبده، تصاحبي مع ما بغيتي وتهضري مع ما بغيتي وتمشي في ما بغيتي وتلقاي الاحترام. ما تيتلاقاوش. دابا انت مغربيه تصاحبي مع ما بغيتي، ياك كتقولي مغربيه وكتافك من خير هاد البلاد ياك
كتافك من خير هاد البلاد. شكون اللي عاس عليك؟ عاس عليك البوليس، عاس عليك وكيل الملك، عاس عليك القضاء، عاس عليك العامل والوالي، صافي. وكيعاونوك الصحفيين. عايشه في هذه المملكه المغربيه. واش ماشي حشومه تشوفي مسؤولين د بلادك كيتسبوا في مواتهم ولاد العاهرات؟ من عند من؟ من عند الشخص اللي انت قلتي للمغاربه هذا صحفي خطير وغيحترموك الناس. دابا هذا السيد هذا دابا انت كتطلي من عند هذا السيد وتسبي المغاربه، شكون باقي يحترمك؟ اذا جاريت في خلق دنيء فانت ومن تجاريه سواء، وإن لم تخشى عاقبة الليالي وإن لم تستحي فاصنع ما تشاء.